السلام عليكم متابعي قناة سبورت فليت، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. ودع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي دوري أبطال أوروبا من الدور 16 بعد هزيمة على يد بايرن ميونخ. وتأهل بايرن ميونخ إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بعد الفوز ذهابا على ملعب حديقة الأمراء بهدف، والفوز إيابا على ملعب الأليانز أرينا ب2-0. ورصدت عدسات الكاميرات ردة فعل ميسي على خسارة فريقه وتوديع بطولته المفضلة، وظهر ميسي وهو حزين للغاية على خروج فريقه المبكر من دوري الأبطال. ليونيل ميسي بات قريبا من الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية بعد فشل تجربته خلال عامين في استعادة لقبه الأغلى. وتأهل بايرن ميونخ الألماني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب دور 16 من البطولة الأوروبية الكبرى. وافتتح النجم الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لمصلحة بايرن ميونخ في الدقيقة 61 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الأليانز أرينا. وأضاف البديل سيرج جنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 90 بعد مرور 4 دقائق فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء. واقتنص باير بطاقة ترشح لدور الثمانية في بطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة، بعدما كرر اليوم فوزه على سان جيرمان بعدما سبق أن تغلبه 1-0 على الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ليفوز 3-0 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وفي الأخير نترككم مع التقييم السيء الذي حصل عليه بامبي وميسي وجميع لاعبي باريس سان جيرمان. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو متابعي قناة سبورت فليت الأعزاء، نلتقي بكم في فيديو آخر، وإلى اللقاء.